يعني كل ما هو زكاة ينفع يكون صدقة، والعكس غير صحيح. ايه الذنب اللي عليك لو اتاخرت في ان انت تطلع الزكاه؟ لا، هو مفيش ذنب، هو دين. ذهب، فضه، عقار. ما هو تعريف الغني؟ يعني امتى انا اسمي غني في الشرع؟ الاستثمار في اسهم الشركات. اول حاجة النية في الاسهم دي ايه؟ ده عيد ميلاد الزكاه. هو ده اليوم. اقساط المدارس بتتخصم. هو انتوا ليه ماسكين في الاقساط؟ ما انا ممكن امسك في مرتبات. تسوى اكتر من 85 جرام ذهب في يوم نهايه الحول. طب انت خلاص محاسب زكاة دلوقتي. سيدنا عمر هيتبسط قوي من اللي احنا بنحاول نعمله. ايه اللي انتوا بتعملوه؟ ثاندر. والله والله العظيم مش بهزر، احنا قاعدين آه. بنقول للناس الفلوس اللي تحت البلاطه قيمتها بتقل، الفلوس اللي تحت البلاطه قيمتها بتقل. الموضوع بدأ لما في حد عندنا في التيم جت قالت لنا هو انا المفروض ادفع زكاة على استثماراتي اللي على فاندر؟ ساعتها كلنا بصينا لبعض وقلنا لها غالبا، وساعتها كلنا ابتدينا نسأل نفس السؤال ده، وبالتالي قلنا لو احنا بنسأل الأسئلة دي يبقى غالبا كلكم عندكم نفس السؤال. اللي عايز بس أأكد عليه، احنا مش جهة فتوى، احنا هنا بنحاول نفهمكم او بنحاول نقرب او نلخص مصادر موثوق فيها، ويبقى عندكم القدره ان انتوا تقرروا او تحسبوا عليكم زكاه ولا لا، والزكاه تحسبوها ازاي. النهارده دي اول خطوه بناخدها في الموضوع دوت. لو عندك اي اسئله في الكومنتس حطها لنا، لو عندك اي مصادر موثوقه حطها لنا، لو في اي حاجه قلناها عندك ليها راي تاني حطها في الكومنتس. احنا ان شاء الله هتلاقونا بنعمل حاجات كتيره جدا في الموضوع ده. واول حاجه عملناها ان احنا جرينا لدكتور باسم عليوة، هو حد دارس وفاهم وبيتكلم كتير جدا في نقدر نقول اللي هو ازاي الشرع في الاستثمارات وفي الادوات الماليه بشكل عام. دكتور باسم، مبسوط جدا ان انت معايا النهارده وشكرا جدا. ممكن نبدا بان احنا نعرف نفسنا. انا اسمي باسم عليوة، خريج كلية تجارة دفعة 2005. خدت بعد كده دبلوم دراسات عليا في الماليه والمراجعه، بعد كده خدت ماستر في الاكاونتنج اللي هي المحاسبه التقليديه عادي خالص. كنت بدرس كمان علوم شرعيه بالتوازي مع الدراسه الاكاديميه العاديه خالص. وبعد كده خدت الحمد لله انا باحث دكتوره في كليه تجاره جامعه الازهر، خلصت الجزء الاولاني اللي هو بتاع التمهيدي، ودلوقتي في مرحله الرساله. وبرضه كنت بالتوازي شغال على لاين تالت خالص، ممكن تكون دي كانت الحاجة المميزة، ان انا بشتغل على الشهادات المهنية الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية. فخدت شهادة في المصرف الإسلامي المعتمد، وخدت شهادة في الأسواق المالية اللي هي خاصة بقى بالأسهم والسندات والتوبك اللي احنا هنتكلم فيه، وخدت شهادة خاصة بالتأمين التكافلي والتدقيق الشرعي والمحاسبة الإسلامية. وبعد كده خدت في الآخر حاجة اسمها ماستر في الإسلاميك فاينانس من سبافي اللي هو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. فكنت يعني بعمل الميكس اللي هو ما بين الشريعه وما بين الجزء الاكاديمي اللي هي المحاسبه الاكاديميه التقليديه، وكمان الجزء بتاع الاسلاميك فاينانس. عايز اسالك سؤال، عندك كام فولور على فيسبوك؟ انا عندي على فيسبوك 580,000، ولينكد ان حوالي 77,000، والتيك توك حوالي 75,000، والانستجرام حوالي 50,000. وكلهم في نفس التخصص بتاعي، انا مش بتكلم بره الموضوع بتاعي تماما، يعني من يوم حتى ما دخلت على السوشيال ميديا من 2012 تقريبا. شكرا جدا ان انت معانا النهارده يا دكتور باسم. احنا النهارده عايزين نقسم الحلقه دي لحتتين. الحته الاولى هنفهم الناس شروط الزكاه، اساسيات الزكاه، والنص التاني نحسبه ازاي بالظبط على الحاجات او الاصول المختلفه اللي عندنا. فنفهم اول يعني ايه زكاه، وبعد كده نحسب الزكاه ازاي. اول سؤال عايز اساله لك هو ايه الفرق ما بين الزكاه والصدقه؟ الصدقة أعم من الزكاة، لأن الزكاة ليها لازم يكون من أركانها أو من شروطها النية. فالنية هتفرق في التوجه بتاع المال. فلو أنا مثلا نيتي في الأموال اللي معايا دي إن أنا بخرجها صدقة، ممكن تنفع لغني، ممكن تنفع لحد غير مسلم. إنما الزكاة لازم تكون لأصناف محددة قالها الله عز وجل في القرآن، اللي هو الفقراء والمساكين إلى آخر الثمان أصناف المعروفة. طيب، فبالتالي لازم يكون من الأول أنا نيتي إخراج الزكاة، او النيه بتاعت اخراج المال ان هي الزكاه، لان الزكاه اضيق من الصدقه. يعني كل ما هو زكاه ينفع يكون صدقه، والعكس غير صحيح. ودي من الاخطاء اصلا الشائعه، ان واحد يطلع الفلوس ونيته مش فيها الزكاه، فبالتالي بنيجي بعد كده يرجع يطلع الاموال تاني من اول وجديد. فالنيه والمصارف. النيه والمصارف طبعا. طيب، وعايز اسالك سؤال، امتى بتعرف ان الزكاه واجب عليك، اللي هو ايه النصاب دوت؟ ده الركن التالي. عندنا اول حاجه لازم يكون نيه الزكاه. رقم 2 حاجه اسمها بلوغ النصاب. وبلوغ النصاب ده هو الحد اللي انا لو وصلت عنده يبقى الاموال اللي معايا خاضعه للزكاه. يعني مش كل يعني لو احنا نقول، انت قلت دلوقتي ما هو تعريف الصدقه وما هو تعريف الزكاه، ما هو تعريف الغني؟ يعني امتى انا اسمي غني في الشرع؟ فالله عز وجل حط معيار للغنى ده، والمعيار ده ممتد معانا حتى تقوم الساعه. ايه المعيار ده بقى؟ ان المال اللي معايا يبلغ 85 جرام ذهب عيار 24.
هو ده النصاب. ده النصاب فانت اللي انت بتقوله لي ان الزكاه هو واجب على الغني، على الغني والغني ده هو اللي يملك معاه 85 جرام دهب عيار 24. وبتقول الفلوس او ما املك يساوي 85 جرام دهب عيار كام؟ 24 عيار 24 اللي هو الذهب الصافي، اللي هو كام تقريبا النهارده؟ اللي هو النهارده حوالي 450 ألف في الحته. فلو انا طب انا لما اجي احسب الفلوس اللي معايا اللي تسوى 450 الف جنيه دولت، ايه هم اللي ابص عليه؟ هل الفلوس اللي معايا بس في البنك، ولا ايه الاصول اللي بدخلها في الحسبه دي؟ طبعا دي بتدخلنا بقى في حاجه اسمها الاموال الزكويه، يعني هل كل الاموال اللي معايا خاضعه للزكاه ولا مش خاضعه للزكاه؟ فبنروح الاول نحلل الاموال دي. يعني مثلا احنا ممكن نقول الذهب، هل انا اسالك نيتك فيه ايه؟ لا، هو الذهب طالما سبائك في زكاه. الفضه نفس الكلام، طالما بلغت النصاب، بس نصاب الفضه غير نصاب الذهب. نصاب الفضه 595 جرام فضه، ونصاب الذهب 85 جرام ذهب. طب انت ليه لما رحت تقول الاموال قلت 85 جرام ما قلتش 595؟ دي مساله خلافيه. يعني في ناس بتقول ان الزكاه بتتاخد على ادنى النصابين، يعني نشوف قيمه الفضه كام النهارده ونشوف قيمه الذهب كام، واللي اقل هو ده اللي احنا ناخده في الزكاه. بس انا عايز اوضح للناس، انا مش لازم يكون معايا 85 جرام، انا لازم يكون قيمه ما املك من الاصول الزكويه تبقى قد 85 جرام دهب. لو احنا هناخد بنصاب الذهب خلاص، يبقى هو ده اللي احنا هنثبته بقى في الحلقه بتاعتنا. والدارج اكتر الناس بتاخد بنصاب الذهب، نصاب الذهب، لان ده اللي في المعيار الخاص بالزكاه. وانت قلت ذهب، فضه، عقار، هيدخل بقى كل الاموال الزكويه تحتها. ممكن ندي شويه امثله منها؟ 3 بنود فقط، يا اما نقود وما في حكمها، يعني معايا جنيه، دولار، ذهب، فضه، دي نقود. تمام. او عروض. يعني ايه عروض؟ يعني كل السلع التي تم اقتنائها بغرض البيع. يعني انا لو معايا سياره، دي اسمها نقود ولا عروض؟ على حسب انا عايز ابيعها ولا لا. العروض اللي هي الاسيتس. العروض بس انت قلت بغرض البيع. طب بغرض البيع تبقى عروض تجاره. بس انا السياره مش عايز ابيعها، يبقى دي اسمها عروض قنيه، انت اقتنيتها بغرض الاستخدام الشخصي. انت قلت العروض هي كل ما اقتني بغرض البيع. لا، بغرض، ممكن يكون بغرض التجاره، وممكن يكون بغرض الاستخدام الشخصي، وممكن يكون بغرض الايجار. تعال ناخد مثال. انا عندي دلوقتي شقه، فانا باجي اسالك اقول لك الشقه دي الغرض منها ايه؟ هل الغرض ان انت ساكن فيها؟ يبقى ديت ليست خاضعه للزكاه. اسمها ايه في الشرع؟ اسمها عروض قنيه. قنيه يعني ايه؟ يعني بغرض الاقتناء الشخصي، الاستخدام الشخصي. طب لو انا شاريها عشان اجرها، برضه الشقه دي مش فيها زكاه، ولكن الناتج منها اللي هو بيسموه الريفينيو او الريع بقى باللفظ الشرعي. الريع ده هو ده اللي بيدخل في الوعاء الزكوي، بيزكى بقى مع النقديه والذهب واللي احنا قلنا عليه. انما العقار نفسه مش فيه زكاه. طيب لو انا خدتها بغرض التجاره، يعني انا بتاجر في العقارات، باخد شقه وابيعها واسقعها، ولما تزيد سعرها اروح بيعها واكسب منها، دي اسمها عروض تجاره. وساعتها عروض تجاره تقوم بقيمتها السوقيه في تاريخ الحول. حلو. يعني انا هاجي في تاريخ الحول اشوف الشقه دي بتاعتي النهارده قيمتها 1,500,000 جنيه، مع ان انا كنت شاريها بمليون، وممكن اكون كنت شاريها ب1,500,000 وبقت بمليون، وممكن اكون شاريها ب1,500,000 وبقت ب2 مليون. يبقى العبره بقيمتها في تاريخ الايه؟ الحول. ودي النقطه الثالثه اللي احنا قلنا النيه، وقلنا النصاب، والشرط الثالث انه لازم يحول عليها الحول. اشرح لنا ايه الحول دي عشان دي اللي ما اتكلمناش عليها. الحول يعني معناها سنه. الاصل فيها انها تكون هجريه، الاصل تكون فيها هجريه، بس احنا بنقول عشان الناس بتشتغل دايما مع الشركات وبتشتغل مع الميزانيات وبتشتغل مع السنه الميلاديه، فبنسهل عليهم ونقول لهم ينفع انت تاخد على الحول الميلادي. طب الفرق ما بين الحول الهجري والحول الميلادي بيكون حوالي 11 يوم تقريبا. فاحنا بنعمل بدل ما بنشتغل على 2.5% اللي هي نسبه الزكاه اللي هو بيسموها ربع العشر، 2.5%، بنشتغل على 2.577، يعني فرق 77 من فانت الحول كل واحد فينا لازم يظبط دي السنه الزكويه بتاعته، اللي هو اول ما الفلوس بلغت معاك النصاب. ده تاريخ. انت امتى وصلت ل 450 الف جنيه؟ هو ده اليوم، وسبحان الله عامله زي تاريخ ميلاد الزكاه. اوكي. يعني لا يتغير. خلاص انا تاريخ ميلاد الزكاه بتاعي يوم 1 رجب، يبقى يوم 1 رجب السنه الجايه احسب الزكاه. انت قلت لي الاول، قلت هما 3 حاجات، قلت النقود والعروض وفي حاجه ثالثه، والديون. الديون، اي ديون بقى، الديون الجيده، يعني اللي انا متاكد ان انا هحصلها، دي الديون اللي انا مسلفها للناس، اللي انا مسلفها للناس. والا انا قلت الديون مش عليها زكاه، فانت هيبقى معاك فلوس قبل الحول بيوم، انت عارف ان باسم راجل ذمته حلوه، فهتقوم مديله الفلوس كلها. طب ولو انا مستلف؟ لو انت مستلف هننقص بقى الديون المستحقه عليك من ال3 حاجات دول. يبقى احنا دلوقتي عندنا كفتين، حاجه اسمها الاموال الزكويه او الاموال الخاضعه للزكاه، وعندنا حاجه اسمها الالتزامات واجبات الخصم. كأن انا بعمل بالانس شيت كده، كأني بعمل ميزانيه عموميه.
بقول عندي الاصول وعندي الالتزامات، والفرق ما بينهم بيديني الاصول او صافي الاصول الخاضعه للزكاه. وايه الالتزامات اللي انا بحطها بقى؟ اي مصروفات مستحقه السداد، اي ديون عليا للغير، بس مستحقه السداد مش طويله الاجل، قصيره الاجل، خاصه بسنه الايه، الحول اللي انا موجود فيه، سنه الحول اللي انا بحسب فيها الزكاه، لان الزكاه من شروطها لازم يحول عليها الحول. وانا تاريخ وصولي للزكاه اللي هو انا النقود، سواء بقى جنيه، دولار، ذهب، فضه، جمع كل ده، حسابات في البنك، كل الفلوس دي، اسهم بغرض التجاره، ده كله اوكي، ده تبع اه النقود. كل ده تبع يعني هيدخل خلاص كده، خلصنا النقود، هندخل بقى في العروض. بعد كده تاني حاجه العروض. العروض، وقلنا العروض اللي هنحطها هي العروض بغرض التجاره. عروض اللي هي جمع عرض، والعرض ده اللي هو الشيء اللي هو بياتي وبيذهب، عشان كده بيسموها كارنت اسيتس، يعني اصول متداوله، يعني طول السنه بتدخل وبتطلع. ودي من الشبهات اللي بتبقى موجوده عند الناس، هو متخيل انه لازم يحول الحول على جنس المال. يعني يقول لك مثلا انا كان معايا في بدايه الحول مليون، وفي نص الحول بقى معايا مليون ونص، وبعدين بقى عندي مليون و700، وبعدين بقى عندي مليون و800، في نهايه الحول بقى معايا 2 مليون. هيزكي على المليون ولا المليون و700 ولا المليون 700 ولا المليون 800 ولا 2 مليون؟ لا، هيزكي على ال 2 مليون اللي هي موجوده في تاريخ الحول، مع ان لسه اللي في 200 الف لسه داخلين من حوالي كام شهر او من كام يوم حتى. لا، العبره بالموجود في تاريخ الحول. والعكس، لو كنت بادئ الحول ب 2 مليون جنيه وفي نهايه الحول بقى معايا مليون و800، هزكي على كام؟ هزكي على المليون و800، حتى لو انا لسه صارف الفلوس من كام يوم. يبقى العبره بالموجود في تاريخ الحول. زودنا النقود، زودنا عليها العروض اللي هي بغرض التجاره، زودنا عليها لو انا مسلف اي حد فلوس دين جيد، خصمنا منها اي التزام قصير الاجل عليا ليه علاقه بالسنه اللي انا بحسب عليها بالظبط الزكاه. لو الرقم دوت بلغ النصاب اكتر من 450 الف جنيه اللي هو 85 جرام، 85 جرام بيبدا دهب. السنه بيبدا كده، ده عيد ميلاد الزكاه، تحسب سنه عشان تشوف امتى المفروض تدفع الزكاه. انا والناتج بتضربه في 2.5%. انا اسف، بس هل هو في حاجه؟ انا بابايا كان دايما بيقول لي لا انت بنعملها واحد رمضان، كل واحد رمضان بنحسبها. اكيد سمعت عن الناس يعني اللي بتعمل الموضوع ده. هو فكره الناس بتسالني هل في خصوصيه لرمضان، او في يعني بياخد ثواب اكبر؟ بالعكس، ده هو ممكن يكون ما بياخدش ثواب اكبر، لان هو العبره بتاريخ الحول. فواحد الحول بتاعه في رجب، فانت بتطلع في رمضان ليه؟ الحول بتاعه في شعبان، فانت بتطلع في رمضان ليه؟ يبقى العبره بتاريخ الحول. حلو قوي، حلو قوي قوي قوي. ايه الذنب اللي عليك لو اتاخرت في ان انت تطلع الزكاه؟ لا، هو مفيش ذنب، هو دين. دين لا يسقط بالتقادم. لا يسقط بالتقادم. للاسف. اوكي، وعليه بقى يعني هو لازم كل فوائد؟ يعني لا، معلوش فوائد. بس لو هو دين بالدولار هيبقى دين بالدولار، ولو هو دين ذهب هيبقى دين ذهب. يعني مثلا واحد كان عليه زكاة 100 دولار، فهو عليه زكاة 100 دولار، لان هو كان معاه دولارات. لو واحد عنده مليون جنيه فهو زكاته جنيه. طب هو اتاخر في سدادها، ساعات بنقعد على فكره نعمل معالجه كأن انت مسلف واحد فلوس. مش انت لما بتسلف واحد فلوس تقول ده حصل انخفاض في قيمه الجنيه، فبترجع تتخانق معاه. فبرضه اقول للناس وانت جاي تطلع الزكاه وانت ما كنتش تعرف طبعا، يعني الله عز وجل يعني يقبل التوبه من اي حد يتوب، بس دي فيها حقوق ماليه. يعني ما ينفعش ان انا اقول انا توبت خلاص بقى وان شاء الله هبدا من اول وجديد من السنه الجايه اطلع الزكاه. لا، هو دي حقوق ماديه، فلازم تستوفى، حقوق ماديه للفقير على فكره. صح، حلو قوي. طب هل انا مسؤول عن، لو انا متجوز وعندي ولاد، هل انا مسؤول عن زكاتهم ولا بتتحسب ازاي دي؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني كل واحد مسؤول عن الرعيه بتاعته. الرعيه اللي هو ايه؟ اللي هو زوجته، اولاده. بس طبعا هو لو كل واحد فيهم ليهم ذمه ماليه مستقله، فكل واحد فيهم ليه نصاب. فاحنا ما بنجمعش النصاب بتاعنا كلنا. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. يعني ايه؟ يعني حضرتك ليك ذمه ماليه مستقله وزوجتك ليها ذمه ماليه مستقله. يعني ليها ذمه ماليه مستقله؟ يعني فلوسها لها دخلها الشخصي. اوكي، تمام. يعني انت بتديها مصروفها فهي بتحوشه وبتعمل، او هي لها دخل من الوظيفه بتاعتها، او عندها ورث خاص بيها، فهي عندها ذمه ماليه مستقله، فبالتالي هي لها نصاب منفصل عنك. تمام. انما لو اتجمعتوا وعملتوا شركه انتوا الاثنين، خلاص بقيتوا انتوا الاثنين نصاب واحد. تمام. والاولاد يعني الابناء نفس الكلام. انت في الاول قلت لنا ان، يبقى احنا قلنا فرقنا الزكاه عن الصدقه او الزكاه عامه، قلنا النيه والنصاب والحول. وانت بتتكلم والملك التام. قول لنا يعني ايه الملك التام؟ يعني انا لو انا ليا دين عند واحد ومشكوك فيه، ده ايه؟ ده بيخش في انهي حسبه؟ ما بيدخلش. ده ما بيخش. بس انا قصدي في حته انت كنت قلت ان كمان في حته المصارف، في 8 يستحقوا الزكاه، صح؟ مين هم ال8 دول؟ الفقراء والمساكين
وكان في حاجه زمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمها المؤلفه قلوبهم، اللي هم الناس اللي داخله الاسلام جديد، والغارمين اللي عليهم ديون. ويعني ودي سبحان الله اصلا من معجزات الزكاه. يعني الغارمين دي من معجزات الزكاه. ليه؟ لان هو بيقول لك ادخل استثمر، ولو انت حصل لك مشكله انا في ظهرك، انا هسد عنك من بيت مال المسلمين. اللي هو تداين، بس طبعا مش اللي راح خد قرض أيوة. وسفيه يعني. تمام. وفي كمان ابن السبيل، اللي هو حد كان معدي من البلد او من الدولة اللي احنا فيها وفلوسه ضاعت، وهو غني في بلده بس هو موجود في البلد عندنا او في مصر مثلا، ومعدي رايح دولة تانية فلوسه اتسرقت. فده ينفع نديله من بيت مال المسلمين. وفي سبيل الله اللي هو الجهاد. خلاص، دول الاصناف بس انت هل معنى كده ان انا لازم اطلع الزكاه لبيت المسلمين وهم اللي يطلعوها، ولا انا لا، بطلعها هو انا؟ ما فيش دلوقتي بيت مال المسلمين، فممكن يحل محله ان احنا ندي للجمعيات لو في جمعيات خيريه موثوقه، وبنقول لهم ان دي زكاه، لان هم عندهم زكاه وعندهم صدقه. تمام. ولو انت عارف الفقير بعينه بتروح تديها له. انت كنت بتقول لي ايه الفرق ما بين ايه تعريف الفقير والمسكين؟ الفقير يعني اقل حالا من المسكين. الايه واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، فكان سبحان الله عندهم سفينه، والله عز وجل وصفهم مساكين، فهم احسن حال من الفقراء. يعني ممكن نقول مثلا الموظفين ممكن يبقوا مساكين، ممكن يبقى دخله مش بيكفيه لغايه نهايه الشهر، فبالتالي ينفع نديله من اموال الزكاه. الفقير اقل حالا من المسكين. فيعني بعض الفقهاء اجتهدوا وقالوا ان لو فلوسه كفته لغايه نص الشهر، يبقى ده يعني عدى نص الشهر، يعني يبقى ده اسمه مسكين، ولو ما كفتوش نص الشهر يبقى ده يبقى فقير. اسمه فقير. وانت اعتقد قلت لازم الزكاه يخرج جوه بلدك، ما ينفعش يخرج بره بلدك. والله الأولى، لأن دايما بتكون يعني قلب الفقير متعلق بالمال. ودي حتى الفقهاء فرقوا ما بين نوعين من المال، في حاجة اسمها المال الظاهر وحاجة اسمها المال الباطن. يعني أنا دلوقتي راجل عندي شركة وحد، أو عندي فيلا، والراجل الحارس اللي تحت البيت عندي، أو السكيورتي اللي موجودين في الكومباوند، أو الناس اللي حواليا قرايبي، الناس شايفاني انا حالي ميسور، فلما اجي اطلع الزكاه فما اروحش اديهم الزكاه واروح اديها لحد بعيد عنهم، عشان يقول لك برضو الرياء والحته دي يعني. انت قلت القرايب لو هم من الفقراء والمساكين، صح؟ طب بص، اي حد تنطبق عليه الفقراء والمساكين، قرايب مش قرايب، يجوز ان انا اديله الزكاه. بس لو انا اديت للحد قريب مني صدقه وصله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو لما الفكره ان سئل. كل حد ياخد باله من اللي حواليه من اللي حواليه طبعا. طيب دلوقتي في حاجات جديده بقى، زي بقى ان انا احول انستا باي، احول اونلاين، الحاجات دي هل ده في اي مشكله فيه؟ ان انا ادي الزكاه يعني للجمعيات اللي على انستا باي، لا، ما فيش اي مشكله في حاجه. جمعيه موثوقه فيها، وتبقى متاكد ان هم عارفين ان دي زكاه مش هم صدقه. دلوقتي حتى على الابلكيشنز مصنفين، يعني يقول لك زكاه ولا صدقه، غزه، مقسم التقسيمه بتاعت انت بتحط الفلوس فين، يعني ايه المصرف بتاعها. اوكي، عايزين نلخص اللي احنا قلناه. انت واعتقد لو ينفع انت حتى تلخص لنا هم التلخيص كله في الفرق ما بين الزكاه والصدقه والاربع حاجات، صح؟ تمام. تحب تقولهم ولا اقولهم انا؟ قلنا اول حاجه ان هو النيه. النيه ده نيتي زكاه، عشان هتطلع على المصارف الثمانيه اللي قلنا عليهم. بعد كده قلنا حاجه اسمها الحول، النصاب، ان هو يبلغ حد معين اللي هو 85 جرام دهب على 24 او ما يعادله بالجنيه المصري في تاريخ الحول. رقم 3 حولان الحول، يعني عدى عليا سنه. رقم 4 الملك التام، عشان فكره الديون، وعشان لو انا معايا اصل ومش عارف ابيعه. يعني ايه؟ يعني انا عندي عقار او عندي شقه وجايبها بغرض التجاره ومش بتتباع، كاسده، دي تخرج بره النصاب؟ تخرج بره الزكاه. زي بالظبط الديون اللي هي مشكوك فيها. تمام. وبعدين بنقص منهم الالتزامات بقى يعني. وبعدين قسمنا الاموال الزكويه لثلاث انواع. النصاب بقى قسمناها لنقود النقود وعروض وديون. النقود اي فلوس او حاجات سايله، وما في حكمها. العروض هي اللي هي بغرض التجاره. شاري بيت عايز ابيعه، شاري عربيه عايز ابيعها، مش بغرض القنيه او الاستخدام. بالظبط. وقلنا لو انت مسلف اي حد وده دين كويس، ناقص لو انت لو عليك اي اقساط او اي مصروفات مستحقه السداد خاصه بالاموال دي. الفرق ما بينهم لازم يكون بلغ النصاب وحال عليه الحول، نضربه في 2.5%. لو انا شاري عربيه بتقسيط 5 سنين، هل بشيل اقساط العربيه تقسيط غرض سنه؟ العربيه غرض منها ايه؟ البيع. الغرض منها التجاره. يعني خليني اقول لك على المثال ده، مش في السياره، خليني اقول لك عليه في العقارات، اسهل واقرب للناس كتير. واحد شاري شقه او شاري وحده بغرض التجاره، وهو بيدفع عليها اقساط، فبنقول له في تاريخ الحول شوف التكلفه اللي انت دافعها زائد الاوفر اللي انت تقدر النهارده تحصله، وبالتالي هي دي اسمها القيمه السوقيه للعقار في تاريخ الحول.
دي احسن طريقه ان احنا نخش على الجزء الثاني من الحلقه النهارده، وهو نتكلم ازاي نحسب الزكاه على الاموال الزكويه او الاصول الزكويه المختلفه. هسالك الاول اسئله سريعه كده، وبعد كده هنبتدي نتكلم على واحده واحده عشان بس اتاكد ان انا فاهم. احنا هسال اقول لك الاصل دوت، تقول لي ده نقود ولا ده عروض بغرض التجاره، ولا ده الحاجه ديون. الثالثه ديون او التزامات. النقديه النقديه نقود، الذهب والفضه نقود. الاستثمارات في الاسهم في صناديق الاستثمار. لا، دي على حسب الغرض منها، هل الغرض منها الاحتفاظ ولا الغرض منها التجاره؟ لو الغرض منها التجاره تبقى عروض تجاره. ولو غرض منها الاحتفاظ. لا، دي لسه هنروح لها وناخدها بالتفصيل عشان دي اصلا بس هي موضوع مش كبير. من الثلاث حاجات دي. لا، مش من الثلاث حاجات دي. اوكي. لا. العقار العقار الغرض منه ايه؟ تجاره، يبقى هيدخل يبقى ضمن عروض. العروض. لو انت تمتلك بزنس، لو انت تملك، لو مالك انت، عندك انت عامل انت اي بزنس، عامل مطعم، عامل شركه، البيزنس ده هروح للميزانيه بتاعته وهقسمها هي كمان اموال زكويه والتزامات واجبه الخصم، وافرق يعني كانه شخص، هاخد منها لان انا النقود. بعتبر حاجه اسمها الشخصيه الاعتباريه للشركه. حلو. طيب تعالى نمسك واحد واحد. ماشي. نعمل ايه في الحسابات البنكيه والنقود؟ اول حاجه طبعا لو نقديه في الخزنه او يعني في حساب جاري فهتتاخد بقيمتها الدفتريه في اخر الحول. في اخر الحول، اللي موجود منها في تاريخ الحول هو ده اللي هيزكى. انت قلت لي الحول بيبدا مع اكتمال الحول النصاب. بيبدا مع بلوغ المال اللي معايا النصاب، ده تاريخ اول ما يبقى الفلوس اللي معايا بلغت 85 جرام ذهب ابدا احسب سنه. ولو قلت شويه بعدها بيومين ماليش دعوه، خلاص بدأ، خلاص انت جبتها. خلاص انا في رجب اللي جاي، في شعبان اللي جاي، في رمضان اللي جاي، في 31/12 اللي جاي هقف واشوف الفلوس اللي حلو موجوده أوي. معايا في نفس اليوم. انا في باجي نفس اليوم مش في نفس الشهر، في نفس اليوم. اليوم يعني يوم 5 رجب يوم 5 رجب. اوكي تمام. وانت بتقول انت بتشوف بقى فلوسك قد ايه يوم 5 رجب من السنه الجايه، هي دي بيطلع عليها الزكاه. على اللي موجود، وبرضه مش الفرق، لان من ضمن الاخطاء الشائعه ان هو بيقول لك النصاب بتاعي 450,000، فهو معاه في تاريخ الحول مليون، فبيروح يزكي على ال 550 اللي هم فوق ال 450. لا، هو بيزكي على المليون بالكامل اللي موجودين في اخر يوم. موجودين في اخر يوم. فانا لو كان معايا مليون في اول السنه ومعايا 500 في اخر السنه، بدفع يزكي على 500 الاخير. اوكي. اه. وده كله بقى حسابات الجاري، كل الحسابات بتاعتك. طبعا لو حسابات بنكيه وفيها ارباح هتزكى بالارباح بتاعتها. ما بتنزل في الحساب كده كده. بالظبط. طيب الذهب. الذهب هيزكى حسب الغرض منه. لو انا بتكلم على سبائك فما فيهاش غرض، هتزكى زي ما هي، هتضم طبعا للنقديه يعني. لو انا بتكلم على ذهب زينه فكلام جمهور الفقهاء ان ذهب الزينه ما فيهوش زكاه. فلو بغرض الاستخدام والزينه، جمهور الفقهاء بيقولوا ده ما يدخلش. الجمهور ما فيهوش زكاه، وحتى المعيار على المعيار بتاع الايوفي ودليل بيت الزكاه الكويتي اللي احنا بناخد منه مصادر حساب زكاه الشركات برضو بيقول ان الذهب الزينه ليس من الاموال الزكاه. وبحسبه على سعر جرام الذهب ال 24 قيراط يوم. انا كل ده بقيمه وبجمع في الاخر واحوله لعمله واحده، عمله الجنيه. يعني مثلا معايا معايا ذهب مثلا 50 جرام 21، ومعايا نقديه بمليون جنيه، ومعايا احسبهم كلهم على بعض. كل ده بس قصدي على سعر الذهب يوم الحول، كل حاجه يوم نهايه الحول. يوم الحول. اوكي. والفضه نفس الكلام، تقوم بقيمتها السوقيه في تاريخ الحول وتضم للاموال الزكويه. طيب الاستثمار في اسهم الشركات. طيب تعال نقسم الاستثمار في اسهم الشركات ده لكذا جزء. اول حاجه النيه في الاسهم دي ايه؟ لو النيه فيها التجاره دي سهله، تقوم بقيمتها السوقيه في تاريخ الحول. التجاره دي انا بشتري بغرض الاستثمار، المضاربه، ان انا هشتري الاسهم لما سعرها يزيد ابيعها، مش شاريها بغرض الاحتفاظ. زي مش انت عندك نوعين في ثاندر، في واحد داخل بيضارب وبيشتري في اول الجلسه. انا حتى لو بغرض الاستثمار، ما انا ببقى مثلا في سهم الشركه دي النهارده يسوى كذا، ما انا ما ببيعهوش، بس انا مش داخل عشان ابيعه. لا، بس انا شايف ان قيمته الحقيقيه المفروض تبقى كذا، فانا مش عايز ابيعه بكره ولا كمان شهر، ولا حتى مش فارق معايا ابيعه كمان سنين يعني، بس انا شايف ان هو قيمته لسه عنده ابسايد بوتنشال، او ان هو يعلى. ده يعتبر برضو بغرض المتاجره. لا، لو انا اشتريته من البدايه بنيه ان انا هبيعه يبقى دي غرض المتاجره. ما انا هبيعه لما سعره يزيد، اخد بقى سنه سنتين ثلاثه. ده متربص. لا يعني لازم نفرق بس. متربص. متربص يعني متربص يعني هو منتظر لما السعر يزيد هبيع. ايوه. ده واحد تاني اشترى الاسهم. انا شاري اسهم عندكم في ثاندر مش بغرض ان انا ابيعها، انا شاري اسهم بغرض ان انا منتظر التوزيعات الارباح بتاعتها، وان هي انا معتمد على ان هي معايا وسايبها لاولادي.
تمام. أوكي. ده بغرض الاقتناء. ده ليه هنجيله، ده ليه حكم وليه تفصيل. ولكن السهل خالص ان انا اشتريت الاسهم بغرض التجاره، ان انا اشتريها لما سعرها يزيد هبيعها. فالمتربص هنا برضو نفس الحكم ده. يعني بغض النظر انت ال عندك القدره انك تستنى سنه سنتين ولا كمان شهر، طول ما انت مستني سعر معين وهبيع وتبيعه، عنده ده يعتبر يبقى انت كده اكنك شاري الاسهم بغرض التجاره. بغرض التجاره، اللي هو بيسموه المضاربه. تمام. فالقيمه السوقيه للاسهم في تاريخ الحول، باجي اشوف بقى يوم الحول بتاعي، بشوف المحفظه بتاعتي القيمه السوقيه للاسهم النهارده كام، وبضمها للاموال الزكويه بتاعتي بقى اللي هي واضرب في النقديه الاتنين ونص او كل مع الوعاء الزكوي بتاعي بقى. عايز اعرف هو محدده ان دكتور لو انا مثلا اللي هو مستنياه يطلع 50% 60% ما ده المتربص. ولا يطلع في المطلق؟ متربص لا مش اللي هو انا ام اينج ا تارجت برايس. امال ما هو بيقول لك، هو قالها لو انت متربص ريتيرن معين برايس معين، ده انت كده ده تجاره. انا في ناس كده اللي هو ايه، انا شاري سهم السي اي بي، انا هورثه لاولادي، بستنى بس انا مش عايز ابيعه، انا بستنى اي توزيعات من السهم دوت او اي حاجه. انا قاعد في السهم دوت، ما عنديش اي، انا مش مستني اي حاجه عشان هبيعه. ابيع. زي بالظبط لو انا النهارده اشتريت عقار، والعقار ده الغرض منه ان انا اجره، ما هو العقار نفسه قيمته هتزيد. صح. يعني هو هياخد نفس فكره العقار، ان انا جبت عقار بغرض ان هو هيزيد وانا باجره، فهقول لك العقار نفسه مش عليه زكاه. اوكي. خلينا، فاحنا قلنا الاسهم بغرض المضاربه الاستثمار او المضاربه. انت مستني عائد معين او سعر معين وتبيع، ده بتشوف يوم الحول يسوى كام، قيمته كام دلوقتي، تضربه في ال 2.5%. وماليش دعوه بالسعر اللي انا متربص له. يعني ايه سعره يعني دلوقتي؟ يعني هو سعره النهارده أوكي. ممكن يكون اقل حتى من سعر التكلفه. يعني انا ممكن يكون اقل من السعر اللي انا شاري بيه، اي صح، فيزكى بقيمته السوقيه على حسب. صح. ولو انا لا، انا سايبه بقى، انا بعتمد على توزيعاته وانا قاعد مع الشركه دي. طيب ده بقى مساله يعني ايه، ممكن نقول فيها تفصيل كتير، وده جزء تكنيكال. فانا هقول المعيار بيقول ايه بتاع اليوفي او دليل بيت الزكاه بيقول ايه في المساله. السهم اللي بغرض الاحتفاظ ده ممكن يكون سهم وراه اصول ثابته، وممكن يكون سهم وراه اصول متداوله. صح. يعني انا ممكن اكون شاري اسهم مثلا في شركه بتستثمر في التصنيع، فهتلاقي اغلب الاصول بتاعتها الات ومعدات ومباني صح. الحاجات دي اصلا مش اصول زكويه، لان احنا قلنا دي بغرض الاقتناء، فبالتالي ليست من الاموال الزكويه. وممكن تكون الفلوس بتاعت السهم بتاعي اللي انا مستثمره موجوده في بضاعه، موجوده في نقديه، وممكن تكون شركه استثمار في الذهب اصلا. خلينا ناخد خطوه لورا. اي شركه في حاجه اسمها اصول الشركه. في بالزبط. اصول طويله الاجل، مصانع، عربيات، مكن، الكلام ده كله. وفي اصول متداوله، مخزون الشركه، الفلوس ليها فلوس عند الناس، الكلام ده كله. الحته الزكويه هي الحته اللي هي الاصول المتداوله او الاصول قصيره الاجل. خلينا نقول بقى هو المفروض نعمل ايه. المفروض ان كل شركه من الشركات دي بتطلع، تقول للعميل او المستثمر اللي عندها، تقول له نصيب السهم بتاعك من الاموال الزكويه قد ايه. طبعا ده ما بيحصلش. فهم بيحسبوا المفروض ما يحسبوا الاصول الزكويه اللي على الشركه ناقص الالتزامات الزكويه، الخصم، يقوموا قاسمينها على عدد الاسهم، فيقول لك على كل سهم عليك زكاه كذا، اضرب في الرقم ده، هو دوت اللي يعتبر القيمه الزكويه بتاعتك. بالظبط. طب ده ما بيحصلش. فبالتالي احنا بدانا نعمل ايه؟ بدانا نعمل احنا المعادله دي بنفسنا. يعني مثلا انا عندي موديل خاص بتاعي انا بحسب للناس فيه الزكاه، فبدات ان انا اقدم الخدمه دي للناس، ان انا احسب لهم الزكاه بشكل دوري كل سنه، اجيب الميزانيات بتاعه الشركات واحسبها لها. بس انا عايز ادي للناس معادله سهله بحيث ان هو ما يرجعليش. تمام. المعادله دي اجتهاد شخصي مني محاسبي، ما فيش اي دليل عليه خلاص. بس هو المعيار بيقول ايه؟ بيقول لو انت ما قدرتش توصل للاموال الزكويه داخل الشركه او نصيب السهم من الاموال الزكويه، خلاص يبقى انت مش هتزكي السهم، وهتزكي الناتج منه اللي هو الريع او الايراد، الناتج منه، التوزيعات بتاعت الارباح. طيب لو انا عايز اعمل معادله محاسبيه ادق شويه من موضوع ان انا مش قادر اوصل، وان انا اقدر انا اوصل بنفسي، اعمل ايه؟ فقلنا نجيب الاصول المتداوله اللي هي الكرنت اسيتس ناقص الالتزامات المتداوله، هتديني حاجه اسمها صافي راس المال العامل. هنقسمها على اجمالي الاصول، فهتطلع لي حاجه اسمها نسبه صافي راس المال العامل الى اجمالي الاصول. انت ايه جبت النسبه دي ليه؟ جبت النسبه دي عشان اقول لك ان انا ممتلك النهارده في الشركه دي سهم قيمته 100 جنيه،
فالسهم ابو 100 جنيه ده ممكن يكون موجود في الاصول الثابته، وممكن يكون موجود في الاصول المتداوله، وممكن تكون اصول ثابته واصول متداوله ويكون عليها التزامات. فانا عايز اجيب نصيب السهم ده من الاموال الزكويه اللي هو اصلا قال عليه المعيار بيقول ايه، ان الشركه المفروض تفصح عنه. فهاخد النسبه دي سي مثلا طلعت 30%، هضرب 30% في القيمه الدفتريه للسهم، يعني السهم اللي هو القيمه بتاعت السهم اللي هو 100 جنيه، هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 30%. ال 30 جنيه دول هم دول اللي انا هاخدهم اضيفهم للاموال الزكويه بتاعتي بقى، اللي هي النقديه مين القيمه والذهب. الدفتريه؟ فانت قلت ايه؟ هعمل الاصول المتداوله ناقص الالتزامات الالتزامات المتداوله على اجمالي الاصول، على اجمالي الاصول في القيمه الدفتريه. في القيمه الدفتريه للسهم. وبعدين اخد القيمه الدفتريه للسهم دي، هي دي اللي هضمها للاموال الزكويه بتاعتي. او اللي انا لو انا ما عنديش بقى اموال تانية غير الاسهم، لازم طبعا الفلوس دي ايه تنضرب في 2.5%. طيب احنا ممكن مع بعض نشتغل على ادي لستة كل الشركات اللي في البورصه ونحسبها، يبقى الناس عندهم ريفرنس يضربوه على طول. باذن الله، يعني باذن الله من الربع اللي جاي احنا ده كده انت هنطلع جاهز الناس. اصلا؟ قول لنا اللينك جاهز. لما نحطه للناس. باذن الله. طيب كنت عايز اقول لك ان في صناديق الاستثمار بتستثمر بالنيابه عنك في شركات، او في ذهب، او ممكن بعد كده في عقار، او ممكن بعد كده في حتى في اللي هي الحاجات النقديه. بتعملها ازاي؟ بنفس الحسبه ولا بطريقه مختلفه؟ هو صناديق الاستثمار دايما في الغرض منها هي المضاربه مش الاحتفاظ، يعني انا بشتري اسهم بغرض المضاربه، فبالتالي هتقوم القيمه السوقيه للوحده الاستثماريه بقى مش للسهم. يعني انت حضرتك عارف الفرق ما بين الاسهم وما بين الوحده الاستثماريه داخل الصندوق الاستثماري. فبقيم القيمه الاستثماريه بتاعتي للوحده الاستثماريه في تاريخ الحول، القيمه السوقيه بتاعتها في تاريخ الحول، وبزكي. يعني انا برضو، بس هي نفس الحاجه. انا مثلا في عندنا صندوق اسمه BMM 100، ده بيستثمر في اكبر 100 شركه في البورصه المصريه. تمام. لو انا فاهم كلامك صح، لو انت الغرض من هذا الاستثمار انه مستني يطلع لحته معينه وتبيعه، يبقى انت شوف استثمارك ده قيمته قد ايه في اخر السنه وادفع عليه الضرائب لو موجود في الزكاه. لو هو في النيتين هيعمل نفس معامله الاسهم، يعني هنشيل كلمه سهم ونحط مكانه وحده استثمار. بس انا بالعكس، في ناس بتخش تشتري في حاجه زي BMM 100 دوت، انا عايز اشتري كل شهر كل شهر كل شهر، ودي فلوس بقى انا سايبها لتعليم ولادي، للحاجات دي كلها. كلها. ده هياخد حكم عروض القنيه اللي احنا قلنا عليه. المفروض ان هو يجتهد انه يوصل لنسبه صف راس المال الزكوي من الاموال من قيمه السهم، او ان هو خلاص هيكتفي انه يزكي الناتج اللي جاي منه. العقارات حسب النيه. العقارات حسب النيه، اي عروض حسب النيه. بص، النقود ليس فيها غرض. الذهب لو بقى زينه هو ده اللي هنسال عن النيه فيه. لو ما فيهوش زينه، يعني لو ذهب مكسور، ذهب سبائك، كل الكلام ده لا يسال عن النيه فيه، هو النيه فيه الزكاه. الفضه نفس الكلام. العقار لا، العقار عروض. السيارات عروض. الاراضي عروض اللي هو قلنا جمع عرض، فبالتالي لازم نشوف القيمه ايه النيه بتاعتك لو فيه. نيه ان انا اسكن فيها معليش زكاه، معلكش زكاه، او اصيف فيها معليش زكاه، مش عليك زكاه. لكن لو انا نيه عشان خاطر ااجره برضه ما فيهوش زكاه. الايجار الناتج منه هيدخل تلقائيا في رصيد النقديه بتاعك. وده معناها لو اما هو انت تدخل اوريدي في حسابك فبتدفع عليه، او لو اتصرف. انت مستني تاخده لسه ما لمتش الايجار بتاعك فبيخش في الفلوس اللي ليك، فهيخش في الزكاه. لو مستحق، او مستحق ده قصدي. ولو اتصرفت، يعني قبل تاريخ الحول جبت الايجار واتصرف، بيجي لي في الشهر 10000 جنيه باخده اصرفه، وقبل تاريخ الحول مش معايا ولا جنيه من فلوس الايجار، خلاص مش عليه زكاه. بجد؟ بجد. حلو. طب على فكره ليه بقى؟ ليه؟ بس عشان احنا دايما عندنا مقاصد للزكاه. الزكاه هي سبحان الله من معجزات الماليه الاسلاميه، لانه يا اما هو بيبقى بتساعد في الاقتصاد الكلي، يا اما بتساعد في الاقتصاد الجزئي. ازاي بتساعد في الاقتصاد الكلي او الجزئي؟ لو انا النهارده اشتريت اصول ثابته فانا كده شاركت في الاقتصاد الكلي، فبالتالي انت معافى من الزكاه، عشان تشجعك ان انت تشتري ايه؟ تشتري اراضي وتبني وتعمل الات ومعدات وتصنيع، لانك شغلت 2000 3000 عامل وبتديهم مرتب كل شهر. لو انت عملت ادخار سلبي بقى، جبت بضاعه وخزنت وعملت مخزون ونقديه وذهب والحته بتاعت الاكتناز دي، لا تعالى بقى انت المفروض منك تطلع 2.5%، بس هتديها للفقير ده بعينه، فبقيت انت بتشارك في الاقتصاد الجزئي. فسبحان الله الزكاه بتشجعك ان انت تروح للاقتصاد الكلي. لو انت عندك جايب عقار بغرض بقى المتاجره عايز تبيعها، ده بتدفع على قيمه العقار. بتجيب منين قيمه العقار؟ ما مش كل حاجه موجود عليها قيمتها دلوقتي. اجتهاد. يعني مثلا احنا دايما ساعات بنرجع للبروكر، ممكن نرجع للشركه المطوره نفسها، ممكن نرجع لاخر سعر اتباع بيه. لو ما قدرتش بجتهد في التسويق في سعر البيع. لو انا مش قادر اوصل خلاص تزكى بسعر التكلفه، يعني خلاص استحال عليا سعر القيمه السوقيه، ما عنديش غير سعر التكلفه، فهزكي على سعر التكلفه. لو هي كاسده اصلا مش قادر ابيعها، يبقى لا تزكى حتى تباع، ولما تباع تزكى عن حول واحد فقط، حتى لو استمرت لاكثر من حول. قول تاني كده، انا الحته دي. يعني انا النهارده عندي عقار كاسد ما بيتباعش سنه، ما بيتباعش سنه واثنين وثلاثه واربعه، جيت بعته في السنه الخامسه،
هزكي عن حول واحد على السنه فقط. 5. طيب تمام. قبل ما اسالك عن عايز اسالك سؤال كان حد طرحه قبل اللقاء دوت، واعتقد انا عارف اجابته، بس برضو عايز اسمعك دلوقتي. الموبايلات والساعات والحاجات دي كلها بقت ليها قيمه كبيره جدا يعني، بس هو طول ما هو بغرض الاستخدام ما عليهوش زكاه. القيمه مش مؤثره في الحكم، النيه هي اللي مؤثره في الحكم. النية. لما بقى انا عارف يعني ممكن يكون برضو مستفز للناس، بس انا اعتقد في فئه اللي هو بشتري ساعه رولكس، بشتري شنطه مش عارف ايه الكلام ده كله، بيبقى غرض، بس بيبقى غرض منها ان ده يقول لك اصل ده استثمار. انا لا اؤمن بيه كاستثمار، عشان هو بس هيبيع؟ ما هو بيقولوا ده استثمار، ده هو بيحافظ لا على هو قيمته. بيتكلم على حافظ، ان هو حافظ على قيمته، ماشي خلاص بيحافظ على قيمته ماشي، بس ما هو مش غرضه منه التجاره. لو الغرض منه التجاره هيقام بقيمته السوقيه، انما لو الغرض منه الاحتفاظ بس وان هو يعني اقتناء الشخصي، خلاص مش عليه زكاه. من المشاريع احنا اتكلمنا على لو انت عندك مشروع بتبص على الاصول المتداوله والاصول الالتزامات المتداوله. طيب عايزين نشرح اكتر للناس الالتزامات اللي ممكن بتتخصم من الاموال الزكويه. ايه هي الالتزامات اللي هي بتتخصم؟ طيب الالتزامات دي خلينا نقسمها لنوعين. التزامات مستحقه عن سنه الحول، يعني مستحقه السنه دي، وفي التزامات طويله الاجل. اوكي. الالتزامات مستحقه عن سنه الحول كده كده تتخصم، ماليش دعوه هي مرتبطه باصول زكويه ولا مش اصول زكويه. يعني مثلا تعال ناخد مثال على التزامات مرتبطه بالبضاعه اللي انا اصلا زكيتها كلها بالكامل تخصم. اوكي. طب التزامات مرتبطه باصل ثابت زي الات ومعدات وسيارات طويله الاجل، هل تخصم ولا ما تخصمش؟ انت ما ضفتش اصلا الاصل نفسه داخل الاموال الزكويه، فبالتالي لما تيجي تخصم ايه؟ تخصم القسط الذي يخص سنه الحول فقط. اوكي. طب لا او نسهلها. طب انا عليا التزامات على الثلاجه، تمام، والثلاجه دوت انا اقتنيتها بغرض الاستخدام. جميل. هل ده تخصم من النقود ولا ما تخصم؟ لا القسط اللي بيخص سنه الحول. يعني انا بزكي يوم 31 12 يوم 31 12 2024، هل القسط بتاع سنه 2024 دي خلص ولا لسه في حاجه مستحقه عن سنه 24؟ لو الاقساط لغايه 24 خلصانه خلاص يبقى انا مش هخصم حاجه. في السنه لو انا بدفع في السنه دي، فانا بدفع لو انا والسنه الماليه ولا الهجريه؟ على حسب انت بتحسب فين. هو اعتقد الاقساط بتتحسب على السنه الماليه، صح؟ خلاص يبقى انا شغال على على الميلادي. لو انا شغال على الميلادي يبقى انا هخصم القسط الخاص بسنه 2024. انما الخاص ب 25 لا مش هخصم. اوكي. طيب لو هي مرتبطه باصول زكويه، يعني تتخصم كلها. تتخصم كلها لان انا ضفت الاصل كله. تتخصم كلها. طب لو عليا ديون لاشخاص بس مش محددين ميعاد السداد؟ بص الدين ده دين غير مستقر. يعني ايه غير مستقر؟ لا مستقر، بس انا ما قلتوش هدفع لك انا لا ما هو غير مستقر عليا، يعني هو مش انا مش ملزم بسداده دلوقتي. فانا بروح عنده هو هناك، هو كمان الراجل اللي هو صاحب الدين نفسه مش هخليه يزكيه، فبالتالي انت ما تخصموش من عندك، ولا هو يزكيه ولا انت تخصمه، يبقى انت اللي زكيته. انت لما انت ما خصمتوش انت اللي زكيته. اقساط المدارس بتتخصم لو مستحقة السداد في السنه دي. بس انا مثلا انا هدفع مثلا، بدفع الزكاه مثلا في شهر 5، ماشي، وبدفع قسطين للمدرسه بس ليهم علاقه بالسنه الدراسيه الجديده. ماليش دعوه بالسنه الجايه خالص. انا الزكاه في السنه الميلاديه. الزكاه يعني ده تاريخ الحول. تاريخ الحول بتاعي يوم كام؟ شهر 5. يبقى انا يوم 1/5 عليا حاجه ولا مش عليا حاجه؟ للمدارس لا خلاص يبقى مش هخصم حاجه. فهمت. لسه ما استحقتش. احنا دايما الزكاه عن حول سابق مش عن حول قادم. مش هو انت لا هو قال حاجتين وصلحني لو انا غلطان. لو قسط ثلاجه موجود فانت كده كده عليك الثلاجه دي، صح؟ تشوف حتى لو الحول في شهر 6 اي اقساط في الثلاجه دي لحد اخر 25 بتخصمه معاك. احنا سنه الحول فين؟ احنا في 25. وسنه لا تاريخ الحول يوم كام؟ يونيو. وانا عندي اقساط لسه ثلاجه. ماليش دعوه باللي جاي. ما انا خلاص دفعته. ما الاقساط ازاي على اللي فاتت دي ازاي؟ مستحق. يعني انا كان عليا قسط عن شهر 6 وانا لسه ما دفعتوش. بس كده لما بس انا غالبا بكون دفعته. خلاص يبقى مش عليك حاجه. هو انتوا ليه ماسكين في الاقساط؟ ما انا ممكن امسك في مرتبات، عليا مرتبات، عليا كهرباء، عليا ميه، عليا مصروفات مستحقه السداد عن السنه اللي فاتت، عن السنه اللي فاتت. لو عليك فلوس لسه ما دفعتش بس استحقت، يعني خلاص انت استخدمتها. اللي هي المصروفات مستحقه السداد، حاجه استخدمتها او عليك ولسه ما دفعتهاش. بالظبط. عايز اسالك سؤال. اتفضل. لو انا دلوقتي معدي النصاب، معايا اكتر من 450,000 جنيه، ما بشتغلش، ما عنديش اي دخل، خلينا نقول اكتر من 85 جرام دهب ب 24. انا اسف، اكتر من 85 اصولي الزكويه تسوى اكتر من 85 جرام دهب في يوم نهايه الحول.
بالظبط. اهو نموذجيه. اجابه عشان تعرف انا نموذجيه. مركز معاك. بس انا ما بشتغلش، ما عنديش اي دخل شهري، حلو. لسه عليا زكاه ولا لا؟ عليك زكاه، عليا زكاه. لان اصلا الاموال ما ينفعش تكون تحت البلاطه، يعني انت مدخر ادخار سلبي للاموال، ما بتشتغلش. فسيدنا عمر بن الخطاب لما سئل قال اتجروا في مال اليتيم حتى لا تاكله الصدقه. يعني ايه اتجروا في مال اليتيم؟ يعني استثمروا مال اليتيم. بيكلم الولي، ولي اليتيم، بيقول له طلع الفلوس من تحت البلاطه استثمرها، عشان انت لو ما طلعتهاش من تحت البلاطه واستثمرتها كل سنه هتطلع عليها 2.5%. هو يقصدونها بالصدقه الزكاه. ودي على فكره ذكرت كذا مره. الصدقه ممكن تذكر على انها الايه، على انها زكاه، لانه هي اعم من الزكاه. طب والله يعني سيدنا عمر هيتبسط قوي من اللي احنا بنحاول نعمله. ايه اللي انتوا بتعملوه؟ ثاندر. اه والله العظيم مش بهزر، احنا قاعدين آه. بنقول للناس الفلوس اللي تحت البلاطه قيمتها بتقل، الفلوس اللي تحت البلاطه قيمتها بتقل. بالظبط، حطها، بالظبط. استثمرها، دورها، شركات، زياده في الانتاج، زياده في فرص العمل. عشان كده لو واحد معاه مثلا 100 جرام ذهب خلاص ومش بيستثمره، كل سنه هيطلع منه 2.5%. مش بيستخدمه. مش بيستخدمه مش بيستخدمه. لغايه ما ينزل لغايه 85 جرام ذهب. اول ما يبقى تحت 85 جرام ذهب كده ما اسموش غني. شكرا جدا. انا بس عايز اطلب منك التزام قدام الناس. ماشي. هيبقى في اسئله كتيره جدا، فممكن نوعد الناس احنا نعمل حلقه تانية نجمع فيها الاسئله ونرد على الناس. والله شكرا جدا جدا جدا. انا بجد اتعلمت انا منك مبسوط. جدا جدا. الله يحفظك. انا مبسوط ان انا شكراً. كنت معاك. ايه الفكره من الزكاه؟ الزكاة لها مقاصد، مش فكرة، مقاصد. يعني ايه مقاصد؟ يعني اصلا الزكاة فيها جزء مالي غير الجزء التعبدي. طبعا هي الركن الثالث من اركان الاسلام. ولو احنا بنتكلم على الفايدة بتاعتها من الناحية الفردية او من ناحية لعموم الدولة، فالزكاة لو انت خزنت الفلوس وما نزلتهاش السوق، زي ما انت كنت بتتكلم دلوقتي على الاستثمار، واحد مكنز الفلوس بتاعته فيقول له طلع 2.5% للفقير ده بعينه او المسكين ده بعينه، فكده عملت اقتصاد جزئي، يعني شاركت في الاقتصاد الجزئي. ولو هو ما استثمرش الفلوس هتتآكل. تمام. طب لو انت عايز تعمر بقى في الارض، اشتريت الات، معدات، عقارات، وعملت مصنع وجبت ناس تشتغل في المصنع وجبت عمال، فانت كده حطيت الفلوس بتاعتك في اصول ثابته. فالزكاه تقول لك لا، انت مش عليك زكاه في الاصول الثابته دي اللي هي سميناها عروض القنيه. وبالتالي الزكاه بتشجع المستثمر ان هو يحط فلوسه فين؟ في الاصول الثابته، ما يحطهاش في الاصول المتداوله. فبالتالي كده عملت حاجه اسمها يعني دعمت او بقت اداه من ادوات الاقتصاد الكلي مش الاقتصاد الجزئي بس. يبقى هي اقتصاد جزئي لو انت هتدخر، واقتصاد كلي لو انت هتستثمر فلو وهتنمي. انت هتبقى بشكل سلبي مش عايز تحرك فلوسك، خد منها حته اديها لذلك الله عز وجل قال آية غريبة جدا، بيقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني ايه يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ يعني بيقول لك لو انت اتعاملت بالربا هيحصل تضخم، انفليشن، لانك بتتاجر في الفلوس، مش بتتاجر، مفيش قيمة مضافة. ويربي الصدقات عشان يقول لك لو انت ما طلعتش الزكاة هيحصل انكماش، ودي اصلا ادوات الاقتصاد بتاعتنا. يربي يعني ايه؟ يربي الصدقات يعني يزود الصدقات، يعني كل ما انت تخرج صدقات كل ما الله عز وجل يزودها وينميها لك. فلو انت ما طلعتش الزكاة هيحصل انكماش، ولو انت اتعاملت بالربا هيحصل تضخم. طب لو اتعاملت بالربا ومنعت الزكاة يحصل الركود التضخمي. انفليشن. سبحان الله، اللي هو مصطلح احنا عمرنا اصلا ما كان في دماغنا ولا شفناه. يقول لك إيه، السعر دلوقتي بيزيد والناس مش بتشتري، نتيجة ان احنا بنتعامل بالفلوس على انها نقود، ونتيجة ان احنا بنمنع الزكاة او ما خرجناش الزكاة.